لو عندك زيت محروق ومش نضيف ومش عارفه تعملي بيه، تعالي اقولك نعمل بيه وصفه هتعجبك جدا، هتنفعك في تنظيفات كتير قوي في البيت، وهتوفر عليكي مجهود، وهتسهل عليكي تنظيفات حاجات كتير قوي في البيت. جبت فردة شراب كده قديمه، وصفيت بيها كميه الزيت، وايه صفيته من اي شوائب فيه مطرح ايه الآلية والكلام ده كله. وكنت مجهزة هنا كده معايا 200 جرام من البوتاص او حجر تسليك البلاعات او قشور البوتاص او هيدروكسيد الصوديوم، حسب ما بتسموها في الدولة اللي انتوا موجودين فيها. وهجيب كوبايه كده اهوت وهشتغل بيها طول الفيديو. فضيت كده كوبايه البوتاص، وطبعا البوتاص جه على ايدي، فالخل بيبطل البوتاص، او بيبطل المفعول، او عشان ما يعمليش اي حرقان، فغسلته كده ايه بشويه من الخل. هنا كده حطيت كوبايه البوتاص ونزلت عليها بكوبايه ونص من الميه، وعليهم كملت بالكوبايتين بنص كوبايه من الخل، يعني كوبايه كامله من الميه، والكوبايه التانية نص ميه ونص خل. وايه ودوبتهم كده، ونخلي بالنا نبعد شويه عنهم، او نلبس كمامه علشان الناس اللي عندها حساسيه على صدرها او اي حاجه ما تتاثرش بالدخانه دي، لانها بتبقى دخانه سخنه كده وريحتها مش حلوه خالص. ونزلت عليها بمعلقه من السكر ومعلقتين من الايه الكربوناتو. تمام، دوبتهم تماما وسبتهم كده مع بعض كده لغايه ما يدوب خالص على جنب. وايه والسخونيه دي بتاعته تهدى خالص، بس مش عايزاها تهدى خالص قوي، يعني عايزاها تبقى دافيه. كنت مجهزه كده معايا 4 كوبايات بنفس الكوبايه المعياريه، 4 كوبايات من الزيت. كوبايه هستخدمها طول الوصفه، يبقى انا الكوبايه اللي استخدمت بيها البطاطس واستخدمت بيها الميه والخل واستخدمت بيها 4 كوبايات الزيت. وهفضل اقلبها كده تماما لغايه ما ايه الزيت ريحته تختفي معايا تماما. هفضل اقلب كده لغايه ما لونه يبتدي يفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. اول ما افتح معايا كده، كنت في نفس الكوبايه حطيت كوبايه من صابون المواعين، الصابون السائل العادي بتاعنا كده. نزلت بكوبايه الصابون السائل، ونزلت كده هوت ايه بليمونه كبيره. انا ما كانش عندي ليمونه كبيره، كان عندي ليمون صغير، فايه عصرت ليمونتين. لو عندك ليمون كبير حطي ليمونه واحده. تمام. هتفضلي بقى تقلبي كده خالص لغايه ما ايه الصابون بتاعي يبتدي يفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه، والسمك بتاعه يتقل. تمام. هبتدي بقى اسهل على نفسي كده، هركنه، وكل ما اخش المطبخ اقلب فيه، كل ما بتركنيه هو بيتقل لوحده، بس انت تفضلي تقلبيه. فانا برضو ايه حبيت اسهل على نفسي ومش عايزه تطولي. جيبي المضرب او الهاند بلندر او اي حاجه، او ممكن تستخدميه في الخلاط. تفضلي كده تضربيه في الخلاط لغايه ما السمك بتاعك يتقل، وتيجي كده ايه تعملي فيه كده هو بالمضرب كده هوت الخط دوت، اما يجي معاكي ما يرجعش تاني، ما تحسيوش ان هو سايل. اللي يتقل لما معاكي بالسمك اللي انت شايفاه ده. هبتدي بقى ايه اجيب كده صينيه عندي او قالب، وايه هحط فيه شويه ميه، وهجيب اي مشمع عندي. انا جبت المشمع اللي عليه الرسومات ده، كنت مستغنيه عنه، فحطيته علشان اعمل كمان بيه شكل للايه للصابون بتاعي، عشان انت كمان لو هتستخدميه او هتعملي منه مشروع او حاجه، فيبقى ليه شكل حلو وايه وكويس معاكي. هنا كده وزعت الخليط وفردته بالاسباتيولا وسويته عشان يبقى ايه سطحه متساوي. وهنا بقيت الكميه معايا عملت لي صينيه تانية، ركنته بقى على جنب وسبته في مكان ولا منه حر قوي ولا منه هوا جامد، المهم يكون في مكان رطب. ركنته بقى على جنب. وهنا كده كان بواقي الصابون معايا في البوله والاسباتيولا شطفتهم، وجبت معايا الاسكوتش وحبيت اوريكم الرغوه عاليه جدا. هنا بقى الحله دي حله قديمه عندي كانت مش كويسه كده، خلاص باظت، ما تصلحش ان انا استخدم فيها اكل او احط فيها اكل. فجبتها كده وحبيت ادعك بيها الايه بالسكوتشة، اوريكم ان الزيت دوت المتراكم، وده كان ناشف جدا ومش سهل انه يطلع معايا، طلع معايا بكل سهولة. وبصوا هنا الرغوة زي اول ما استخدمته، وبرضو ايه الرغوة عالية زي ما هي، ولا بيقطع ولا اي حاجة، ولا الزيت بتاعه بينطر ولا اي حاجة. هنا كانت ركن معايا ساعتين بس. هنا بعد الساعتين هنا بصوا تماسك معايا جدا، بس برضو لسه طري. هنا لازم في المرحلة دي لازم اقطعه وهو ايه يعني نشف، بس ما يكونش نشف قوي، يكون لسه طري شوية. اقطعه عشان اقطعه بالشكل اللي انا عايزاه، عشان لو قطعته بعد ما ينشف هيتقطم معايا. هنا بقى ايه قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبقى معايا تمام. هسيبه بقى كده هوت، وهركنه ايه على جنب لغاية تاني يوم.
هنا بصراحة انا كنت عاملاه الظهر كده، فسبته وجيت على بالليل كده وقلت اشوفه. هنا بقى كان عدى عليه حوالي بتاع 8 ساعات، كنت بعد الظهر وهنا كان بالليل بقى. فايه ابتديت بقى افكك، وتفكك معايا بكل سهولة. وبصوا كده خد معايا رسمة المشمع زي ما انتوا شايفين، رسمة الوردة دي طلعت معايا فيه. والقالب ده اللهم بارك عمل لي 18 قطعة، والقطعة عاملة 60 جرام. اللهم بارك، يعني بصوا متماسك جدا. هو ما خدش معايا الا 8 ساعات، لسه ما قعدش كتير. واللهم بارك معايا نشف جدا وتصلب، ولا نطر الزيت بتاعه ولا اي حاجة. لو حابة تستخدميه وتعملي بيه مشروع هيبقى مربح جدا بالنسبة لك. بصوا هنا متماسك جدا، وبصوا واخد الرسمة وشكله اللهم بارك تحفة، والرغوة بتاعته عالية. هنا بقى حبينا نجربه مع بعض في الألمونيا. بصوا كده في دعك الألمونيا اللهم بارك، خلى الصينية بتاعتي كأنها كده هو اتفضى ما شاء الله. بصوا تحفة، والرغوة بتاعته عالية جدا، ولا بيقطع ولا أي حاجة. اللهم بارك تحفة، يتمنى تجربوه. يعني جربوا الوصفة هتعجبكم جدا، وهينفع معاكم تنظيف البوتاجازات وكل حاجة. هنا برضو بتوع المضرب نطفوا بقوا بيلمعوا جدا، والحوض بقى اللهم بارك. أتمنى تجربوا الوصفة.